نحتفل بعيد العمال في اسكندريه في استاد اسكندريه. يعني ده اكبر دليل على الانجازات التي تحققها الثوره، على جو الحريه الذي نعيش فيه. باذن الله تعالى سيستمر هذا الجو. في ظل هذه الحريه سنبني مصر، سنبني مصر ونقيم نهضتها على اساس من الايمان، على اساس من الاخلاق، على اساس من الحب، على اساس من الاخوه، على اساس من التكافل. باذن الله ستقدم مصر لتكون في المقدمه باذن الله تعالى. احنا محتاجين نتنقل نقله جديده بسواعد عمالنا، عمال مصر الى الامام. محتاجين انتاج، وليس انتاج فقط، ولكن انتاج بتحسين جوده الانتاج عشان نحاول ننافس الدول. والحمد لله رب العالمين في بشريات جميله جدا في مصر، والتصريحات حتى في الدول الاوروبيه والاجنبيه بتتكلم ان مصر ان شاء الله خلال 4 سنين هتكون في المرتبه السادسه او السابعه اقتصاديا على مستوى العالم. بنقول لعمال مصر كلهم كل سنه وانتم طيبين. النهارده بيبدا تاريخ جديد للعمال بعد نجاح ثورة عظيمة شارك فيها عمال مصر، وبعد رئيس منتخب بإرادة شعبية شارك فيها عمال مصر كلهم، وبعد خطاب السيد الرئيس اللي بعث فينا الأمل أن يتجدد للعمال مجد جديد، ويتجدد للعمال عصر جديد ونهضة حقيقية بصناعة حقيقية، سواء كانت صناعة ثقيلة، صناعة متطورة، صناعة ناجحة دائمة ينهض بها اقتصاد، ليتحقق للعمال إرادة حقيقية في نقابات مستقلة، في قانون يحقق التوازن ما بين العامل وما بين صاحب العمل، في قانون ينظم علاقة العمل كلها مع بعضها ليضمن حياة كريمة للعمال، في قوانين متعددة تضمن جذب استثمارات جديدة، استثمارات جادة لجموع شعب مصر. مصر مش هتنهض ولا هيبقى في نهضة ولا هيبقى في صناعة إلا بإيديهم هم، بإيدينا هذه الصناع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول هذه اليد يحبها الله ورسوله، هذه اليد اللي هي بتصنع، بتعمل بجد، بكفاح، بعرق، بشرف، بأمانة، مش اللي بيسرق ولا اللي قاعد في مكاتب مكيفة. لا، احنا بنقول الصانع الحقيقي هو الصانع اللي بينزل يشتغل وبيعمل إنتاج، بيزود إنتاجه. لا نبيع القطاع العام ولا نخصص القطاع العام، بل بالعكس أقرينا قانون الصكوك اللي أول مادة فيه بنقول فيه الخصخصة ممنوع والبيع ممنوع، ولكن هنعمل صكوك عشان تقوم القطاع العام من تاني، أهمهم الغزل والنسيج والحديد والصلب. كل شركات القطاع العام أهم حاجة في قانون الصكوك هو شركات القطاع العام رقم 1. الأستاذ